نشرح كيمياء فيزيائية. أول حاجة الخلايا الجلفانية اللي هي الجلفانيك سيل. ليها أسامي كتير، يعني هي اسمها جلفانيك سيل، لها اسم تاني اسمه فولتيك سيل، والعلماء قالوا لها اسمين كمان، زي عندنا اسمه ليكوي جالفاني، والاسم الرابع اللي هو أليساندرو فولتا. تمام، دول كده الأربع أسامي للخلايا الجلفانية، ممكن يجي منهم أي اسم. تمام. طيب الخلايا الجلفانية دي تعرفها ايه، أو هي بتتكلم عن ايه؟ دي خلية إلكتروكيميكال سيل، اللي هي خلية كهربية. فكرة عملها ان احنا حولنا الطاقة الكيميائية اللي هي chemical energy، حولناها لطاقة كهربية اللي هي electrical energy. يبقى دي فكرة عمل الخلايا الجلفانية، ان احنا من تفاعلات كيميائية حولناها لطاقة كهربية. طيب الخلايا الجلفانية دي بتتكلم عن ايه؟ ان احنا بيبقى عندنا نصفين تفاعل، النصفين التفاعل دول بنفصل منهم، يا اما بنفصل منهم بسولت بريدج اللي هي القنطرة الملحية، يا اما بنفصل منهم بغشاء شبه نافذ. تمام. فمن نصفين الخلية بيحصل ما بينهم تفاعلات، نصف خلية بيفقد ونصف خلية بيكتسب، والإلكترونات بتمشي من نص الخلايا اللي بيفقد لنص الخلايا اللي بيكتسب، وطبقا لمرور الإلكترونات دي فبيحصل مرور للتيار الكهربي. طيب مثال للخلايا الجلفانية دي، عندي خلية دانيال. طيب خلية دانيال دي عبارة عن ايه؟ اول رسمة بتاعتها قال ان احنا هنكتب في نص التفاعل الاول هنجيب بيكر وهنحط فيه شريحة زنك، وهنجيب بيكر تاني وهنحط فيه شريحة نحاس. تمام. وفي البيكر اللي فيه شريحة الزنك احنا هنغمرها او هنحطها في محلول فيه ايونات لشريحة الزنك، زي مثلا ZnSO4 اللي هو الزنك سلفيت، والتركيز بتاعه بيكون 1 مولر. تمام. طيب وشريحة النحاس برضو نفس الموضوع، هنحطها في محلول فيه ايونات النحاس زي CuSO4، وبيكون برضو 1 مولر. تمام. الشريحتين دول احنا بنوصلهم بفولتميتر، عشان الفولتميتر لو المؤشر بتاعه اتحرك كده نعرف ان في تيار كهربي. طيب في هنا بنوصل بين الاتنين دول او نصفين التفاعل دول بالقنطرة الملحية اللي هي السولت بريدج. تمام. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال ان هنا شريحة النحاس دي، شريحة الزنك دي، اول ما بتتغمر في محلول لايوناتها قالك ان الشريحة دي او الزنك ده بيتحول الى ايونات زنك. تمام. يعني بيحصل هنا عملية اكسدة، يبقى مادام بيحصل هنا عملية اكسدة يبقى القطب ده اسمه قطب الانود. تمام. طيب هنا قالك ايونات النحاس اللي هي في المحلول نفسها بتتحول الى ذرات النحاس وبتترسب على القطب هنا، يبقى هنا الCu موجب 2 اتحولت للCu، يعني عملية اختزال، يعني القطب ده قطب الكاثود. يبقى الخلايا دي بتتكون من قطبين، عندي قطب الانود وعندي قطب الكاثود. طيب لو جينا نشوف اللي بيحصل، قالك الZn زي ما احنا قلنا تتحول لZn موجب 2، يعني فقدت 2 الكترون. تمام.
التفاعل ده نصف التفاعل الأول، ودي بنسميها عملية أكسدة، أو ممكن نسميها الأنوديك رياكشن، جاية من القطب بتاعها. تمام، ده كده النص الأولاني. طب النص التاني قالك أيونات النحاس هتاخد الاتنين إلكترون مع هنا طلعوا اتنين إلكترون هيمشوا في السلك ويروحوا عند الكاثود، يبقى أيونات النحاس هتاخد الاتنين إلكترون دول وتتحول إلى ذرات النحاس. طيب ده هنسميه نص التفاعل التاني، أو ده تفاعل ريدكشن اختزال، أو نسميه كاثوديك رياكشن. تمام. طيب عايزين نجيب التفاعل النهائي أو المعادلة النهائية. قال إن احنا هنطير الحاجات المتشابهة متشابهة زي بعض، يعني الاتنين إلكترون دول هيطيروا مع الاتنين إلكترون دول، وبعدين هنجمع اللي في الناحية مع، يعني اللي في الجزء الشمال هنجمعه مع بعض، وفي الجزء اليمين هنجمعه مع بعض. يعني الزد ان مع السي يو موجب 2 هيتحولوا إلى ايه؟ الزد ان موجب 2 زائد السي يو. ده التفاعل الكلي اللي هو احنا بنسميه overall reaction. تمام. طيب بمرور الوقت مثلا، يعني احنا عندنا في التفاعل ده لما بيحصل شريحة الزنك دي بتفقد أو بتتحول إلى أيونات، يعني شريحة الزنك دي بتتآكل، يعني وزن شريحة الزنك دي قبل التجربة كان أكبر من وزنها بعد التجربة. ليه؟ عشان حصل لنا عملية أكسدة، يعني الشريحة دي اتحولت لأيونات، يعني وزنها قبل التجربة أكبر من وزنها بعد التجربة. طيب في النحاس قالك لأ، وزنها قبل التجربة أقل من وزنها بعد التجربة. ليه؟ هي كانت شريحة لوحدها، لما اشتغلت الخلية اترسب على ذرات النحاس من المحلول، معناها إن وزنها زاد. دي كده كانت ملاحظة. تمام. طيب الخلية دي بتفضل شغالة على طول؟ لا، ما بتفضلش شغالة على طول. طول ما في عملية أكسدة وعملية اختزال الخلية دي شغالة وهتطلع لنا تيار كهربي. طيب لو مثلا الخلية اللي بيحصل لها الشريحة اللي بيحصل لها أكسدة لو خلصت، يعني ما بقاش في عملية أكسدة، هتتوقف العملية دي كلها، أو الخلية دي تقف ومش هتطلع لنا تيار كهربي تاني، لأن عملية الأكسدة خلصت. مش ما دام مفيش أكسدة مفيش اختزال، يعني مفيش إلكترونات هتمر، يعني مفيش تيار كهربي هيشتغل. تمام. يعني معناها ايه من الموضوع ده؟ ان الخلية دي مش خلية قياسية، يعني ما بتديش لنا جهد طول الوقت، لا هو بيجيلها وقت وبتقل قيمتها بمرور الوقت، وكمان ممكن تفصل. تمام. طيب في عندنا حاجة اسمها ال EMF. طب ال EMF دي اسمها ايه؟ إلكترو موتيف فورس، اللي هي القوة الدافعة الكهربية. القطب ده، قطب الزنك له جهد معين، وقطب النحاس ده له جهد معين. طب انا عايز اعرف القوة الدافعة الكهربية بتاعتهم دي قد ايه. القوة الدافعة ان احنا بنطرح الجهد بتاع الكاثود ناقص الجهد بتاع الانود، يعني بتساوي اي للكاثود اللي هي الجهد بتاعها ناقص الاي للانود. طيب الخلية دي بتطلع جهد قيمته كام؟ قالك بتطلع جهد قيمته 1.1 فولت. تمام. طيب بمرور الوقت بسبب وجود القنطرة الملحية دي بيحصل حاجة اسمها ديفيوجن. لا بص، قبل الخلية دي كانت الخلايا دي في الأول كانت بيبقى شكلها كده، إن القطبين بيتحطوا في بيكر واحد. تمام. يعني قطب الزنك بيبقى هنا وقطب النحاس بيبقى هنا، وكان بيفصل منهم بغشاء شبه نافذ. تمام. وهنا بتنحط في المحلول بتاعها، وهنا بنحط في المحلول بتاعها، فكان بيحصل انتشار للأيونات بمرور الوقت. طيب مادام بيحصل انتشار، يعني ال EMF هتساوي ال E كاثود ناقص ال E انود، وهيبقى فيه ال E diffusion.
عشان حصل انتشار. طب انا عايزة الاي ديفيوجن دي بصفر، ما يكونش في اصلا انتشار. عشان كده عملوا القنطرة الملحية وفصلوا بين قطب، يعني خلوا كل قطب في بيكر لوحده. يبقى دي وظيفة السولت بريدج. يبقى عشان نمنع الانتشار عملنا السولت بريدج. طيب السولت بريدج دي اصلا احنا بنملاها بايه؟ بنملاها بمحاليل مشبعة اللي هي saturated solution. طيب ايه هي المحاليل المشبعة؟ زي مثلا KCl، زي AgNO3 مثلا. تمام، يبقى زي محاليل مشبعة بتنحط هنا. طيب مثلا لو جينا رسمنا الخلية دي تاني هنا، اصل المحاليل المشبعة دي لها حاجة تانية. هنا كانت شريحة الزنك مغمورة في محلول، تمام. الزنك هنا اتحول لأيونات، أيونات زنك، وفي المحلول أصلا في أيونات زنك. كده معناها ان أيونات الزنك هتبقى أكتر من أيونات ال SO4 الموجودة هنا. طيب عشان نعادل الموضوع في القنطرة الملحية مثلا لو حطينا KCl، عشان نعادل الموضوع قالك ان الCl السالب هتيجي هنا، هتيجي وتخش هنا عشان تكتر من السالب وتبقى قد الموجب. والعكس هنا، لما كان النحاس هنا وكان في المحلول كانت ايونات النحاس هي اللي بتترسب هنا، يعني ايونات النحاس بتقل، ايونات النحاس بتقل، وايونات اللي هي الكبريتات بتزيد او عددها زاد بقى اكبر من ده. طيب هنا عشان كده الكي الموجب كانت بتخش هنا وكانت بتعادل النقص في ايونات النحاس، فعشان كده كانت بتفضل الخلية الوقت اكبر. طيب قلنا ان هي ما بتفضلش الوقت كتير، يعني لما بتخلص عملية الاكسدة الخلية دي كلها بتقف. معناها ايه؟ ان هي ما بتديش لنا تيار بشكل دائم، لا هي بيجيلها وقت وبتقف. معناها ان هي not standard cell، ان هي مش خلية قياسية. الخلية القياسية دي معناها ان هي بتدينا جهد دائم طول الوقت، على طول بتدينا جهد بنفس القيمة بتاعته طول الوقت. طيب مادام هي ما بتعملش كده يبقى هي مش خلية قياسية. طيب هنيجي على عشان بقى نشوف الخلية القياسية اللي هي الستاندرد سيل. قالك المثال بتاعها عندي ويستون سيل، خلية ويستون. خلية ويستون دي بتبقى عبارة عن ايه؟ ان هي خلية بتكون ويت كيميكال سيل، ويت كيميكال سيل، خلية مبللة، يعني ما بتكونش فيها حاجة صلبة، بيبقى فيها سوائل، بتبقى كلها عبارة عن سوائل تقريبا. تمام. طيب بتنتج لنا هايلي فولتج، يعني بيطلع لنا فرق جهد وقيمته كبيرة وبشكل مستمر، يعني طول الوقت طلع لنا جهد القيمة اللي بتطلعه مثلا مثلا 1 وحاجة، هتفضل طول الوقت تطلع لنا الجهد بالقيمة ده وعلى طول مش بتقف او مش بتتعطل. طيب خلية ويستون دي عبارة عن ايه او الرمز بتاعها ايه؟ طيب الخلية دانيال دي لو قالك الرمز بتاعها ايه، قالك احنا هنا شريحة الزنك دي بنغمرها في المحلول بتاعها، يعني الرمز هنا ان الزنك هيتغمر في ZnSO4، والنحاس بيتغمر في المحلول بتاعه، النحاس Cu بيتغمر في CuSO4، وما بينهم القنطرة الملحية بنعمل لها الشكل ده. تمام، ده كده الرمز بتاع الخلية. طيب الرمز بتاع الخلية ويستون سيل عامل ازاي؟ قالك HG اللي هو الزئبق هنغمره او هنحط عليه Hg2SO4، بس ده بيكون صلب. تمام، ده كده القطب الاولاني. القطب التاني قالك انا عندي كادميوم، بس كادميوم امالجم. يعني ايه كادميوم امالجم؟ كادميوم بس مملغم، بنحط منه 12%.
طيب ده بنغمره في ايه؟ بنغمره في كادميوم سلفيت بس مع 8/3 مية، وده بيكون سوليد برضه، يعني ده بيكون كريستال. طيب ده القطب التاني، ده وده هنغمرهم في ايه؟ قالك هنغمرهم في CdSO4 بس مش سوليد، لا بيكون ساتيوريتد سوليوشن، بيكون هنغمرهم في محلول مشبع. ازاي؟ هنيجي مثلا نرسم الخلية، الخلية دي بتكون على شكل حرف H، تمام. هنا بيكون القطب السالب الموجب، وهنا بيكون القطب السالب، تمام. هنا بنحط كادميوم اللي هو الكادميوم أمالجم اللي هو 12%، وهنا هنحط الزئبق HG، تمام. يبقى احنا كده حطينا ده وحطينا ده، تمام. بعد كده هنحط هنا HG2SO4 السوليد، هنحط مثلا كده هنا، يبقى ده HG2SO4. وهنا هنحط ايه؟ هنحط اللي هو المحلول الكريستال ده، هو برضو اللي هو CdSO4 8/3H2O. والاتنين دول هنحط ايه؟ هنملي بقية الأنبوبة بالمحلول المشبع من الكادميوم سلفيت، يعني ده CdSO4 اللي هو المحلول المشبع، تمام. هنيجي بعد كده نكتب المعادلات بتاعة الخلية. قال عند قطب الأنود كان الكادميوم، يعني CD هيتحول للCD موجب 2 زائد 2 إلكترون، ده اللي هو تفاعل الأنود. طيب الكاثود قالك HG موجب 2 هياخد الاتنين إلكترون ويتحول إلى HG، تمام. ده الكاثوديك رياكشن، تفاعل الكاثود. طيب التفاعل الكلي هيبقى الكادميوم زائد HG موجب 2، دول هيطيروا مع بعض، هيدينا الكادميوم موجب 2 زائد HG. ده بقى الأوفر أول رياكشن، تمام. طيب بعد كده بنجيب ايه؟ بنجيب ال EMF عادي، اللي هي E كاثود ناقص ال E انود. وهنا خلية ويستون سيل اللي هي القياسية دي بتدينا قيمة 1.18 فولت، تمام. طب 1.18 عشان قياسية، يعني هتدينا جهد دائم، يعني طول الوقت هتدينا القيمة دي. بعد كده هنيجي على عنوان اسمه The Energy of الجلفانيك سيل. عايزين نطلع الطاقة بتاعة الخلية الجلفانية، عايزين نطلع الطاقة من بعد كونك. قالك ان الطاقة دي هتساوي ايه؟ اللي هي الانرجي، قالك هتساوي كيو في الاي. ايه هي الكيو وايه هي الاي؟ الكيو دي اسمها quantity of electricity، اللي هي كمية الكهرباء. طب والاي؟ الاي دي اللي هي الاي ام اف، اللي هي الالكتروموتيف فورس، اللي هي القوة الدافعة الكهربية. طب دي بتكون معانا، طب دي ممكن مش يجيبها لك، يجيبها لك بحاجة تانية، يعني دي لها قانون تاني، ان الكيو دي بتساوي ان في الاف. طب ايه هي الان؟ الان دي اللي هي number of electron، اللي هي عدد الالكترونات. طب الاف اللي هو الفاراداي كونستانت، اللي هو عدد فاراداي، اللي هو بيبقى الواحد فاراداي بيساوي كام؟ 96,500 كولوم، تمام. طيب في الاخر بقى خالص
عشان نجيب الطاقة بتاعة الخلية الجلفانية بنوصل لحاجة اسمها دلتا جي اللي هي الطاقة الحرة. دلتا جي دي معناها الطاقة الحرة اللي هي فري هيت، بتساوي ايه؟ سالب ان في الاف في الاي، يبقى سالب كيو في الاي اللي هي الطاقة الحرة بتاعت المتفاعلات، هتبقى سالب ان اف في الاي اللي هي ان اف دي اللي هي بتساوي الكيو. طيب بعد كده هنيجي على عنوان تاني اسمه، العنوان اسمه dependence of ال EMF on concentration، اعتماد ال EMF على التركيز. ايه اللي بيحصل؟ قالك ان انا عندي تفاعل A مثلا زائد B هيدينا C زائد D، تمام؟ طيب ال A دي مثلا هنا في A وهنا B وهنا C وهنا D. طيب الحروف السمول دي ايه؟ دي اللي هي النمبر اوف المول اللي هي عدد المولات، تمام؟ طيب عندي هنا بقى عندي حاجة اسمها الفري هيت اللي هي الطاقة الحرة content of reactant. عايزة اجيب الطاقة الحرة بتاعة المتفاعلات. طب دي نرمز لها بالرمز جي reactant. بتساوي ايه جي reactant دي؟ قالك بتساوي ميو A زائد ميو B، والاتنين هينضربوا في عدد مولاتهم لو فيه. طب ايه هي اصلا الميو دي؟ الميو دي بتساوي او هي الكيميكال بوتنشال اللي هو الجهد الكيميائي. طيب الميو دي لها قانون؟ لها قانون، ان الميو اي بتساوي الميو دوت زائد ار تي لن الاي اي. ايه ده؟ ان الجهد الكيميائي بيساوي الميو نوت دي اللي هي الجهد الكيميائي بس القياسي زائد الار دي اللي هي ثابت الغاز، والتي دي اللي هي درجة الحرارة، والاي دي اسمها activity او النشاطية. فدي تبقى معروفة مديهالنا حاجة قياسية وثابت الغاز معانا ودرجة الحرارة معانا. لو هو مش مديني الاكتيفيتي اللي هي النشاطية هنجيبها ازاي؟ قالك ان الاكتيفيتي دي بتساوي اف سي. ايه هو الاف ده اللي هو معامل النشاطية هيكون مديهولك، والسي اللي هو التركيز اللي هو الكونسنتريشن بتاعنا، تمام؟ يبقى احنا كده مش مدينا الميو هنعرف نجيبها، واحنا بنجيب الميو مش مدينا الاي هنعرف نجيبها من القانون ده. كده احنا جبنا الجي رياكتنت. طب انا عايزه اجيب الفري هيت كونتنت اوف برودكتس. عايزه اجيب بقى الجي برودكت اللي هي بتاعه النواتج اللي هي الجي برودكت بتساوي ايه؟ قالك بتساوي ميو سي زائد ميو دي، والاتنين مرفوعين او هينضربوا في عدد مولاتهم لو موجودين، تمام؟ انا جبت الجي رياكتنت وجبت الجي برودكت، هطرحهم من بعض. لما اطرحهم من بعض هتديني الدلتا جي اللي هي هتساوي جي برودكت ناقص جي رياكتنت، تمام؟ الاتنين دول لما طرحوهم من بعض طلعوا لي قانون اللي هو بتساوي سالب ار في تي لن. هنا اللن دي هتبقى بيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. طب انا عندي النواتج اللي هم دول والمتفاعلات اللي هم دول. طيب النواتج اللي هي السي والدي اللي احنا نضرب تركيز النواتج في تركيز النواتج فوق، والاتنين عشان مثلا لو في هنا لهم عدد مولات هنرفعهم لأس عدد المولات بتاعتهم على تركيز المتفاعلات نفس الموضوع مرفوعين للأس بتاعهم، تمام. بعد كده
طلعوا بقانون ثابت ان الدلتا جي دي اتحولت لإي، تمام، اللي هي الانرجي، بتساوي ايه؟ بتساوي الإي نوت ناقص الآر في التي على الإن في الإف لن تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. يبقى دي القانون الرئيسي من بعد كل المعادلات دي. دي الحاجة الثابتة او دي اللي هنحل بها كل المسائل بعد كده. مثلا هناخد مثال مثلا في الخلية الجلفانية اللي هي بتاعة دانييلسون اللي احنا كنا لسه عاملينها. كان التفاعل النهائي ان الزد ان مع السي يو موجب 2 كان بيدينا الزد ان موجب 2 زائد السي يو. لو انا عايزه اجيب الاي بتاعتها هنجيب ايه؟ هنعملها ازاي؟ هنقول ان الاي بتساوي اي نوت ناقص الار في التي على الان في الاف. ده اللي هو القانون اللي احنا لسه قايلينه، اللي هو تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. تمام. طيب هتساوي ايه؟ هنحط الاي نوت زي ما هي ناقص الار في التي على الان دي اللي هي عدد الالكترونات. هنا لما الزنك اتحول للزنك موجب 2 فقد كم الكترون؟ فقد 2 الكترون، يعني هتساوي 2 في الاف لن تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. انا عندي هنا النواتج وعندي هنا المتفاعلات، بس عندي هنا في النواتج في حاجة صلبة، الصلب مش بنحطه. يعني في تركيز النواتج هنحط ايه؟ تركيز الزد ان موجب 2، وهنا مفيش قدامه عدد مولات، لو كان فيه كنا هنرفع الأس. على تركيز المتفاعلات عندي بردك الزنك هنا صلب مش هنحطه، هنحط تركيز السي يو موجب 2 برضو. تمام. دي كده المعادلة النهائية اللي هنوصل لها. بس قالوا ان الار في التي على الاف ان دول لهم رقم ثابت اللي هو 59 من 1000. يعني هنا الاي دي في الاخر هتساوي اي نوت ناقص 59 من 1000 على 2 اللي هي الان في لن الاي زد ان موجب 2 على الاي سي يو موجب 2. تمام. ده كده كمثال ليها. هندخل على عنوان جديد اسمه الكاين اوف الكترود. انواع الالكترود اللي بنحطه في الخلية. عندي كام نوع؟ عندي 4 انواع من الالكترود. اول نوع اسمه first kind of الالكترود. تمام. يبقى اول نوع اللي هو الفيرست او النوع الاولاني، يعني الالكترود من النوع الاول. ده بينقسم لنوعين، يعني في 2. اول حاجة فيه قالك ان الميتال اللي هو الفلز بنغمره immersed. بنغمره في ايه؟ بنغمره في ملح واحد بس من ايوناته. يعني النوع الاول من الفيرست كايند ان احنا هنجيب الفلز نفسه وهنغمره في محلول فيه ايونات الميتال ده. زي ايه؟ زي مثلا السيو هنغمره في السيو SO4 solution، والاي جي هنغمره مثلا الاي جي NO3 solution. يعني عندي هنا الميتال بنغمره في محلول، المحلول ده فيه ايونات من نفس الميتال. تمام. يعني مثلا عشان نجيب المعادلة بتاعة الانرجي، لو انا عندي مثلا ميتال بشكل عام هيتحول مثلا لميتال ايون موجب زد اي الكترونات هيفقدها. طيب زائد الزد الكترون اللي هو عدد الالكترونات اللي فقدها. طيب عشان نجيب الاي هنشتغل عادي ان الاي بتساوي اي نوت زائد الار في التي على الان اللي هي الزد اف لن تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. تركيز النواتج عندي الام موجب زد
على تركيز المتفاعلات الام اللي هو بيكون الصلب اللي احنا مش بنحطه، يبقى على 1 اللي هي بتساوي ايه ام زد. دي كده المعادلة النهائية. تمام، يبقى ده كده اول نوع في الفيرست كايند. طب تاني نوع بيقول اللي هو الجاز الكترود. طيب احنا ازاي بنعمل قطب من الغاز ده غاز، هنعمل منه قطب ازاي؟ قال مثلا لو انا عندي بيكر عايز اعمل قطب من الغاز هعمله ازاي؟ قال انا هجيب قطب من البلاتين. ماشي، قطب من البلاتين. انا مثلا عاوزه اعمل قطب من غاز الهيدروجين، عايزه اعمل قطب من غاز الهيدروجين. قال ان احنا هنغمر قطب البلاتين ده في محلول فيه ايونات الهيدروجين زي مثلا ال HCl. تمام، HCl. وهنا هنمرر غاز الهيدروجين، طبعا الغاز بيكون 1 أتموسفير. قالك ايه اللي بيحصل؟ قالك ان البلاتين بيحصل هنا عملية الادمصاص اللي هي الادزوربشن، ان قطب البلاتين بيمتز ايونات الهيدروجين دي وبيحولها لهيدروجين وبتترسب كده على القطب هنا. فكده كأن ان احنا عملنا قطب هيدروجين، يبقى احنا كده بالعملية دي كأننا احنا عملنا قطب هيدروجين بالظبط. تمام، يبقى ان احنا حطينا قطب بلاتين في محلول فيه ايونات الهيدروجين ومرينا ضغط 1 أتموسفير من الهيدروجين. تمام، بيحصل عملية ادمصاص ان البلاتين ده بيمتز ايونات الهيدروجين وبيحولها لذرات هيدروجين وبتلزق في قطب البلاتين كأننا عملنا قطب من الهيدروجين بالظبط. طيب نيجي مثلا سيبنا هنقول بقية الأنواع دلوقتي. لو احنا عايزين نعمل أمثلة عشان نجيب الإي مثلا فيها القطب ده. قالك مثلا هو عايز يحسب الإي أو طلع لي المعادلة العامة من الإي من المثال ده اللي هو البلاتين مع الهيدروجين الاتش موجب Cl سالب والكلور مع البلاتين. احنا مش بنكتب قطب الهيدروجين بس لان هو مش قطب، احنا من البلاتين ده اللي هو امتز الهيدروجين كأننا عملنا منه القطب. يعني هي المعادلة او الرمز بتاع الخلية بينكتب بالشكل ده. تمام. طيب هنا ايه اللي بيحصل؟ عارفين ان الهيدروجين هو اللي هيفقد والكلور هو اللي هيكتسب الكترونات، يعني هنا الانود وهنا الكاثود. يعني لو قلنا ان الهيدروجين هيتحول لأيونات الهيدروجين زائد 2 إلكترون، يجي هنا الكلور هياخد ال2 إلكترون ويتحول ل2 Cl سالب، يبقى هنا الأنود وهنا الكاثود. بعد كده هنكتب المعادلة النهائية ان ال H2 زائد Cl2 2H موجب زائد 2Cl سالب. دي كده الأوفر أول رياكشن. تمام. بعد كده عايزين نجيب الإي. احنا عارفين ان الإي بتساوي ايه؟ الإي بتساوي إي نوت ناقص الآر في التي على الإن في الإف لن تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. هتساوي هنا بقى ايه؟ الاي نوت ناقص الار في التي على الان اللي هي ب2 الكترون في الاف لن تركيز النواتج اللي هو ايه؟ ايه للCl سالب مرفوع على الأس 2 عشان فينا عدد مولات، في الاي للH موجب مرفوع على الأس 2 عشان في عدد مولات، على ال A للCl2 في ال A للH2. قالك هنا بيحصل حاجة ان ال A في الCl ال A بتاعت الCl2 لما بتساوي هياها ال A بتاعت ال H2 بتساوي 1، يعني دي ب1 ودي ب1، يعني الناتج ده كله بيساوي 1. يعني المعادلة النهائية ان هي
هتساوي ان الاي بتساوي اي نوت ناقص الار في التي على 2 اف لن الاي سي ال سالب في الاي اتش 2. تمام، ده كده المثال. نيجي على تاني نوع من الالكترود اللي هو السكند تايب اوف الكترود، اللي هو السكند تايب. ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا ان في الفيرست تايب بيكون عندي زي مثلا السي يو مع السي يو اس او 4 او الجاز الكترود. هنا بيكون عندي محلول واحد. قالك في السكند طيب لا، انا بيكون عندي ملحين، بيكون عندي ملح واحد بس الفرق ما بين هنا وهنا ان الملح هنا دون بيكون ساتوريتد مشبع، بس الملح هنا هيكون شحيح الذوبان slightly soluble salt. يعني الملح هنا هيكون شحيح الذوبان، ان احنا هناخد الميتال هنحطه مع محلول بس شحيح الذوبان. عندي زي ايه؟ عندي مثالين. اول مثال هنا اسمه، هنكتب مثلا رمز الخلية زي HG2Cl2 مع HCl. عندي الميتال هنا اهو، عندي الميتال اهو HG. تمام، بنحطه في محلول شحيح الذوبان في الماء، يعني المحلول دون مش بيدوب في المية. تمام، فالاتنين دول بنضطر نحطهم في محلول تالت بس مشبع، يعني بيدوب في المية عشان الشحيح الذوبان يضطر ان هو يدوب. بس المحلول التالت اللي بنحطه ده لازم يكون فيه ايونات من المحلول، يعني فيه ايونات من المحلول شحيح الذوبان في الماء. تمام، ده كده مثلا اول مثال. تاني مثال اللي هو سيلفر كلورايد، اللي هو الاي جي، بنحطها في الاي جي سي ال اللي هو شحيح الذوبان في الماء مع مثلا HCl او KCl في نفس الايونات. تمام، طيب القطب المثال الاولاني دون اللي هو HG بنسميه كالوميل الكترود. تمام، وده اسمه سيلفر كلورايد الكترود. نمسك بقى واحد ونطلع منهم القوانين اللي هي الاي، نطلع منها الاي. نيجي على اول واحد اللي هو سيلفر كلورايد. تمام، عايزين نجيب الاي. هنجيب الاي ازاي؟ عايزين نجيب الاي للاي جي، احنا ما عندناش غير الاي جي. عايزين نجيب الاي بتاعتها. الاي للاي جي قالك بتساوي ايه؟ قالك هتساوي الاي نوت للاي جي زائد الار في التي على الان في الاف. طبعا الان هنا بواحد يعني اف لن تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، اللي هنا هتساوي لن احنا عايزين نجيبها للاي جي، يبقى هناخد تركيز الاي جي الموجب، عشان احنا عايزين نجيب الاي جي هنحط تركيز الاي جي. تمام. طب انا اصلا عندي ملح شاحن الذوبان في الماء دوت AgCl، لما بتحلل للاي جي موجب زائد الCl السالب. يعني احنا لو ضربنا تركيز الاي جي الموجب في تركيز الCl السالب قالك ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي قانون اسمه KS اللي هو حاصل الإذابة، كنا بناخده في الثانوي. طب من هنا لو عايزة اجيب ال A بتاعة ال AG موجب قالك هنا هتساوي ايه؟ هتساوي KS على ال A بتاعة الCl السالب. طيب هنبدأ بقى نحطها في القانون اللي فوق، ان ال E لل AG تساوي E نوت لل AG زائد ال R في T على ال F لن
كي اس على كي اس ناقص ار في تي على الاف لين الاي سي ال السالب. الاي يعني هنا هتساوي كي اس، وبدل ما عملوا الاي سي ال، ما انا عايزه اجيب الاي بتاعه الخليه كلها. تمام، عايزه اجيب الاي بتاعه الخليه كلها منها. ماشي، انا عايزه اجيب بتاعه الاي جي، بس لازم احط في القانون السي ال السالب، عشان في الاخر ان احنا يعني احنا بنطلع ده بدلاله ده. تمام، بنطلع واحده بدلاله التانية، فدي لازم تتحط في القانون. يعني بالشكل النهائي المعادله دي بالتفاضل وبالحاجه التانية بالتفاضل، يعني هما مش جابوا الخطوات بتاعتها، جابوا دي بالشكل النهائي بتاعها. طب تمام، قالك ان الاي نوت بتاع الاي جي زائد الار في التي على الاف لين الكي اس، قالك اللي هو الشكل ده اللي هي الحته دي، قالك بتساوي حاجه اسمها اي داش نوت، اللي هي بتبقى كونستانت، حاجه ثابته، حاجه ثابته. يعني لو جينا نكتب القانون ده بشكل تاني، ان الاي جي هتساوي الاي داش نوت للاي جي ناقص الار في التي على الاف لين اي سي ال سالب. دي كده في الاخر القانون النهائي او النهائية. تمام، ده كده كان اول نوع اللي هو بتاع سيلفر كلورايد. طيب لو جينا للكالوميل، الكالوميل هنطلع منها الاي برضو بنفس الطريقة دي، وهو بيبقى عبارة عن نوعين، والنوعين دول اللي هما رسمتين، يعني نعرف شكلهم ايه هو. لو جينا عن الكالوميل فاحنا كنا عارفين كان مكتوبة كده ال HG مع ال HG2Cl2 مع KCl. طبعا عارفين ايه هيجي هنا ال HG2Cl2 هيتحول الى 2HG زائد 2Cl. تمام، وطبعا الاتنين دول بتساوي KS. نفس الموضوع اللي احنا عملناه هنا هو هيتعمل هنا. يعني لو كتبنا الاي النهائية هتساوي ايه؟ الاي نوت داش ناقص الار في التي على الاف لن الايه الاي سي ال سالب. دي بتاعت الاتش جي ودي بتاعت الاتش جي. تمام، نفس اللي احنا عملناه هنا نعمله هنا. طيب ايه الشكلين؟ قبل ما نشوف الشكلين، قالك في الكالوميل والقطب بتاع السيلفر كلورايد دول بيستخدموا في ايه؟ بيستخدموا كأقطاب مرجعية اللي هي الريفرنس الكترود. دول بيكونوا أقطاب مرجعية بنستخدمها في خلايا تانية نعرف منهم الجهد بتاعها. طيب الكالوميل ده له شكلين. أول شكل بيكون شكله عامل كده، تمام. ده بيكون مثلا له أول شكل، بنحط فيه ايه بقى؟ شفتوا الخط الأسود الصغير ده بيكون البلاتين. تمام، بيكون زي سلك كده من البلاتين، والحتة دي بنحط هنا كده الاتش جي، بنحط الاتش جي. طيب وبعدين بنحط بعدها ايه؟ بنحط الملح شحيح الذوبان فوقها. ماشي، نحط هنا الملح شحيح الذوبان اللي هو ال HG2Cl2، وبعد كده بنملى الأنبوبة كلها بالKCl، والKCl بيخش هنا برضو، ده بيكون الKCl. ده كده أول شكل للكالوميل الكترود. طيب تاني شكل بيكون كده،
ده بيكون الشكل. بيكون هنا قطب بردك من البلاتين او شريحة من البلاتين، وهنا بنحط ال HG وفوقيها برضو ال HG2Cl2، وفي الاخر خالص بنملى الانبوبة كلها بال KCl، ودي بتكون متغطية. يبقى دول الشكلين بتوع الالكترود بتوع الكانول. ده كده تاني نوع من الالكترود. هنيجي على تالت نوع من الالكترود. تالت نوع اللي هو الثيرد تايب. الثيرد تايب ده اول نوع اللي هو كان الفيرست، ان احنا كنا بنحط الفلز في ملح واحد، تمام. في السكند تايب كنا بنحط الفلز في ملحين. طيب في الثيرد تايب هنحط بردك الفلز اللي هو الميتال في ملحين، بس الفرق ما بينه وما بين السكند ان السكند كنا بنحط ملح واحد شحيح الذوبان، والملح التاني مش شحيح الذوبان. هنا هنحط الملحين شحيح الذوبان في المية. يبقى هنحط الميتال مع ملحين، والملحين بيكونوا slightly soluble salt، اللي هما ملحين شحيحين الذوبان في الماء. عندي مثلا زي مثال ان احنا بنحط الزد ان مع بنحط الزد ان ده مع الزد ان اوكزاليت، وده بيكون شحيح الذوبان في الماء. وبنجيب مثلا وبنحطه مع ملح تاني اللي هو كالسيوم اوكزاليت. يبقى بنحط الميتال مع ملح في شحيح الذوبان في الماء زد ان اوكزاليت، والملح التاني كالسيوم اوكزاليت، تمام. نيجي نجيب بقى اللي هي بتاعه الاي ان، اللي هي الاي اللي هي الانرجي. بتقول ان الاي للزد ان هتساوي الاي نوت زد ان زائد الار في التي على الان في الاف، الان اللي هي ب2 في الاف لن الاي بتاعت الزد ان موجب، تمام. طب انا في الزد ان اوكزاليت، لو ضربت تركيز الزد ان الموجب في تركيز الزد ان بتاعت الاوكزاليت هتساوي ايه؟ هتساوي كي اس، هنرمز لها برمز داش كده، هتديني كي اس. فانا عايزه اجيب الاي بتاعت الاوكزاليت هتساوي ايه؟ ان الكي اس داش دي على الاي بتاعت الزد ان، تمام. طب خلينا في الكالسيوم اوكزاليت. احنا عارفين ان الاي بتاعه الكالسيوم في الاي برضك بتاعه الاوكزاليت هتساوي برضك الكي اس. هنعمل لها 2 داش كده عشان نميزهم عن بعض. يبقى الاي اوكزاليت هتساوي ايه؟ هتساوي كي اس داش على الاي بتاعه الكالسيوم، تمام. قالك يبقى هنا الاي بتاعه الزد ان موجب هتساوي ايه في الاخر؟ قالك هتساوي الاي بتاعه الكالسيوم في الكي اس الاولانيه بتاعه الاوكزاليت في الكي اس التانية بتاعه الاوكزاليت بتاعه الكالسيوم، تمام. هنيجي بقى نعوضها في القانون اللي فوق ده. بصوا، هو في الامتحان مش هيجيب لك اثباتات، مش هيجيب اثباتات، هو قال مش هيجيب اثباتات. فدي هو قال القرايه، لان هو كاتب قوانين بعد تفاضل وبعد معادلات هم عاملينها، فبيبقى جايب المعادله كامله. فلو انا مثلا قلت المعادله دي جت ازاي، لو سالتوني مثلا المعادله دي جت ازاي هقولك معرفش، لان هم عملوا تفاضل وعملوا شويه حاجات من الرياضه وطلعوا بالحته الاساسيه. فبعد ده كله لما وصلوا للايه بتاعه الزد ان طلعت بكام؟ او طلعت بتساوي ايه؟ طلعت بالاي نوت بتاعه الزد ان زائد الار في التي على الان اف في الاي بتاعه الكالسيوم، تمام. ده في الاخر. القوانين اللي في النص هنا دي عشان يوصلوا للمعادله الاخيره، وابقى اشوفها انت.
لان انا هكتبها عادي، مش هعرف اقول لك جبت منين، لان هم عملوها التفاضل وحاجات مع نفسهم. ده كده كان تالت نوع من الالكترود. طب رابع نوع الاخير، رابع نوع اسمه ريدوكس الكترود. ريدوكس الكترود اللي هي عملية الاكسدة والاختزال يعني. تمام. قالك ان العامل المؤكسد بيكتسب الكترون بيتحول الى العامل المختزل اللي هو الريديوسد سيستم. طب لو عايزة اجيب الاي هنا هجيبها ازاي؟ قالك ان الاي هنا هتساوي الاي نود زائد الار في التي على الزد اف لن A oxidized system على ال A reduced system. الزد دي اللي هي ايه؟ قالك ان الزد دي بتساوي عدد الشحنات الضرورية اللي بتلزم، او عدد الشحنات اللي بتلزم لتحول العامل المؤكسد للعامل المختزل. يعني مثلا لو عندنا مثال القصدير موجب 4، تمام، فقد 2 إلكترون أو اكتسب 2 إلكترون، بيتحول لنا للقصدير موجب 2. عايزة أجيب الإي هتساوي إيه؟ أنا هتساوي الإي نود زائد الآر في التي على الزد عدد الشحنات اللي هي ب2 اف لن الإي أكسدايز اللي هو تركيز ده اللي هو الإي اس ان موجب 4 على الإي اس ان موجب 2. ده كده سلاح. مثال تاني مثلا زي الحديد الثنائي اتحول لحديد ثلاثي زائد الكترون. عايزة اجيب الاي، قالك الاي هتساوي اي نوت زائد الار في التي على الان في الاف. الان دي اللي هي بواحد، تمام، لن تركيز الاف اي موجب 3 على الاف اي موجب 2. تمام. ده كده كمثال. نيجي بقى على اخر حاجة خالص اللي هي البي اتش ميتر. جهاز البي اتش ودي ده حاجة كلامية. جهاز البي اتش دون اللي هو بيقيس لنا ايه؟ بيقيس لنا اما بيقيس الاسيديتي او الالكالينيتي، اللي هو بيقيس الحموضية والقاعدية للمحلول. بناء على ايه؟ بناء على ايونات الهيدروجين الموجودة في المحلول. يبقى انا معايا محلول بحط فيه جهاز البي اتش بنشوف ايونات الهيدروجين، يا اما يقول لنا المحلول ده حامضي ولا المحلول ده قاعدي. تمام. طب بنعمل الكترود، يعني قبل ما نشوف الاجهزة الرقمية اللي احنا بنشوفها دلوقتي كنا بنعمل الكترود قطب من البي اتش دون بيكون عبارة عن جلاس من الازاز، جلاس الكترود. طيب الجلاس الكترود ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى ده نوع من الاقطاب اللي بتقيس الرقم الهيدروجيني، بس بيكون انتقائي سيلكتيف الكترود، بيكون من النوع الانتقائي. طيب بيستخدم عشان يقيس الايونات لقياس الرقم الهيدروجيني، بيقيس الايونات الموجودة في المحلول. طيب الجلاس الكترود ده بيتكون من حاجتين. اول حاجة بيتكون من انبوب زجاجي اللي هو تيوب، جلاس تيوب، والجلاس التيوب ده في نهايته سن ممبرين بيكون فيه غشاء رقيق كده فيه. تمام. طيب المودرن بقى، الجهاز البي اتش المودرن قالك عملوا فيه حاجة ان الاجهزة البي اتش بقت الموجودة دلوقتي بيبقى فيه لمبة حساسة لايونات الهيدروجين، بيبقى فيه لمبة زجاجية وبتكون حساسة لايونات الهيدروجين. يعني لما يكون فيه ايونات هيدروجين مثلا بشكل كتير اللمبة بتقيد بشكل معين، فيها بشكل قليل اللمبة بتشتغل بنمط معين هما بيكونوا عارفينه. طيب قيمة الجهد
بتاعة البي اتش نفسها بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على البي اتش بتاعة المحلول. يعني البي اتش ده ما هو اللي هو بنحط في محلول، قيمة الجهد بتاعة البي اتش بتعتمد على البي اتش بتاعة المحلول نفسها. طيب لو جينا على الممبرين اللي هو الجلاس ممبرين اللي هو الغشاء الزجاجي، كل الانواع كلها اللي هي بتاعه الزجاج، اللي هي بتاعه الازاز دي، اللي بتكون حساسه للرقم الهيدروجيني اللي هو البي اتش، بتكون ايه؟ بتستجيب لايه؟ بتستجيب للايونات اللي بتكون احاديه، اللي هي زي مثلا الصوديوم الاحادي، زي مثلا الفضه الاحادي. يبقى كل انواع الغشاء الزجاجي بيستجيب للرقم الهيدروجيني اللي بيكون فيه ايونات احادية. تمام. طيب في عندي اغشية زجاج بس من النوع اللي لها نوع، يعني اللي هو الكالكوجينايد. الكالكوجينايد. الانواع دي ايه من الاقطاب؟ قالك الانواع دي من الاقطاب برضك بتقيس الرقم الهيدروجيني بس للايونات الثنائيه. الايونات الثنائيه زي مين؟ زي الرصاص الثنائي والكادميوم الثنائي مثلا. تمام. طيب تستخدم في ايه الاقطاب بتاعه الكالكوجينايد دي؟ تستخدم في اجهزه الاستشعار. لو انا مثلا عايزه استشعر للمعادن الثقيلة اللي هي الغنية، زي مثلا الذهب والحاجات دي، اللي بنستخدم فيها الأقطاب من النوع ده اللي هو الكالكوجينايد. طيب الأغشية اللي هي بتاعة الكالكوجينايد دي بتكون عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن مزيج أو خلط ما بين عناصر معينة، يعني من عناصر الكالكوجين زي مثلا عندي الاس والاس اي والتريليوم، وخليط من عناصر أخرى زي مثلا الفلزات أو أشباه الفلزات. أشباه الفلزات عندي زي الجرمانيوم، وعندي زي الزرنيخ، وعندي زي الأنتيمون، وعندي زي الجاليوم. كده بس.